فضيحة تهز الكرة السنغالية. الأجواء داخل السنغال أصبحت مشتعلة بشكل غير مسبوق بعدما تحولت قضية نهائي كأس إفريقيا إلى صراع داخلي خطير بين المدرب بابثياو والاتحاد السنغالي. وحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتحاد السنغالي يدرس بشكل جدي إقالة المدرب، في وقت خرج فيه بابثياو برسائل نارية هدد فيها بكشف أسرار خطيرة مرتبطة بما جرى خلف كواليس النهائي. التقارير تتحدث عن انقسام كبير داخل المسؤولين، وتوتر متزايد بسبب طريقة تدبير الملف، إضافة إلى اتهامات بوجود ضغوط وفوضى داخل المنتخب خلال الفترة الأخيرة. المدرب السنغالي لمح إلى أن هناك أمورا لم تكشف بعد للرأي العام، وهو ما فتح باب التساؤلات بقوة. ما الذي يخشاه الاتحاد السنغالي؟ ولماذا هذا التوتر الكبير قبل صدور قرار طاس؟ في هذه القناة لن تجد مجرد أخبار عادية، بل ستكتشف تفاصيل لا ينتبه لها الكثيرون، وقراءات ذكية للأحداث قبل أن تتضح للجميع. كل فيديو هو محاولة لتقديم شيء مفيد، مشوق، ويستحق وقتك فعلا. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى، لا تتردد في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك أي جديد. وفي آخر التطورات المتعلقة بالملف، تشير المعطيات المتداولة إلى أن هناك ضغوطا كبيرة كانت تمارس من أجل صدور القرار خلال 11 ماي، غير أن المستجدات الأخيرة تؤكد أن محكمة الطاس قد تؤجل الإعلان الرسمي إلى 22 ماي، وهو تاريخ يعتبر حساسا جدا، لأنه يأتي قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق المعسكرات والتحضيرات المقبلة، ما قد يزيد من حدة التوتر داخل الكرة السنغالية. كل الأنظار الآن متجهة نحو قرار الطاس، لكن يبدو أن الكواليس قد تكون أخطر من القضية نفسها. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.